بینەرانی پایتەخت دیارە کۆ شێخ فەیسەڵ جەربە لێرە هاتووە بۆ پاڵپشتی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کەرکووک دیارە هاتووە بۆ سەرخستنیەکێک لە کاندیدەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بە ناوی شاه و نەجم کەرکووکی بۆ ئەوەی زیاتر ڕۆلی پێکەوە ژیانی نەتەوە و ئاینە جیاوازەکان لێرە زیاتر زاڵ بکەم بەسەر یەکتر وەک لە دیمەنەکان دیارە لێرەدا ئەگەر جناب الشيخ لو سمحت دقيقة قلت لقد لكم علاقة قوية مع سماحة الرئيس مسعود البرزاني، ما هي سر هذه العلاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حنا العلاقة مع القيادة في كردستان هي ليس علاقة قريبة، هي من أجدادنا في ارتباط، وسبق وأن الشمر كانت تمثل القبائل العربية حسب ما رواه لي القصة هذه فخامة الرئيس مسعود برزاني، والكرد كانت تمثلهم عائلة البرزاني. كثير من العلاقات اللي بيننا وبين الكرد، وأخير شيء في حينما جت داعش عاد التجت كثير من القبائل العربية والكردية والتركمانية في إقليم كردستان، وكان موقفهم احتضانهم إلى جميع من التجأ إليهم بكل احترام وتقدير وحفاظ عليهم وحفاظ على أرواحهم وعدم التعدي عليهم. وإذا كان حتى مقال قول إلى فخامة الرئيس مسعود قال ليتعدى على عربي أو على أي لاجئ فهو يتعدى عليه شخصيا، وهذه ما يقوله إلا الرجل اللي هو ابن أمارة ابن حكام، وهو غني عن التعريف فخامة الرئيس وأبنائه وأبناء أخوانه، وخير من مثلوا الكرد وجعلوا إلى الكرد مجد إضافي في هذا القرن، فهي عائلة البرزاني وأبوه ملا مصطفى وأخوه إدريس وأخوانهم، وبدون ذكر أسماء يعني جعلوا للكرد مكانه، والحمد لله هسه الكرد ينعمون بالأمن والأمان. جناب الشيخ، ماذا ستفعلون لنجاح العملية الانتخابية، وكيف ستدعمون الحزب الديمقراطي وبالأخص المرشح الشاه نجم الكركوكي؟ والله حقيقة أنا كشخص كأستاذ شاهو ندعمه هنا بكل يعني ما نقدر في كركوك. ليسمع كلامي أنه ينتخبون أستاذ شاهو لأن جاني قبل فترة وقال لي إن شاء الله حنا نزور، وتربطا معه صداقة وعلاقة فخامة الرئيس مسعود البرزاني. أولا نطلب الله يحفظه ويطول عمره ويبعد عنه كل مكروه، ويحفظ أولاده وعائلته وبنيخيه. هو رجل بعد الله عظيم، ورجل قوي، ورجل يحمل الصدق، وصادق في كل شيء. إذا قال كلمة فخامة الرئيس لا يمكن تغير، وحينما يقول لأي سياسي كلمة هذا السياسي يأخذه باطمئنان، وهذا يدل على قوته. حين أذكر مرة أحد أبنائي قال لي بابا الرئيس مسعود متواضع، قلت له شلون؟ قال جابوا له سجاد أحمر ما قبل يمشي عليه، مشى على الحديقة أو الرصيف. يعني فخامة الرئيس غني عن التعريف، رجل قوي ورجل صادق ورجل محب. حنا ندعي له، والله أنا يمكن من أحبهم من الناس. كيف أجازيهم؟ إذا صليت في تال الليل في سجودي أدعي له، والله دائما فخامة الرئيس ندعي له ونطلب الله يحفظه ويرعاه، وكثير من المحبين لنا ندعي لهم والله. شكرا والفضل لله. يا مرحبا. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا. بەڵێ بینەرانی پایتەخت ئەوەی گوێتان لێ بوو شێخێکی شەمار بوو کە هاتووە ئۆفیسی بەناوی شێخ فەیسەڵ لێرە حاضر بوو لە ئۆفیسی شاه و نەجم کەرکووکی کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان کە بەیاوەری کەساتی زۆری خێزانەکەی و عەشیرەتەکەی حاضر بوو لێرە بۆ ئەوەی پشتگیری
لە کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان شاه و نەجم کەرکووکی بکاتن دیارە هات بوو بووەوەی پەیوەندی کومەڵاتی لە نێوان سەرجەم پێکاتانی کەرکووک و سەرجەم ئەو ئاینە جیاوازەکان بە کورد و عەرەب و تورکمان و کورد و ئاشور هەمویانەوە دەیانەوێ ئاسی پێکەوە ژیان بەرزتر بکەن یارا و شێخە باسی لە پەیوەندی کومەڵاتیانی خۆی کرد و بە تایبەتیش کە گوتی ئایلەی شەمەڕان کە عشرەتی شەمەڕ و خانەوادەکەی پەیوەندێکی مکوم و کۆنی و مێژووی هەیە لەگەڵ بنەماڵای بارزانی و بە تایبەتی سەر و بارزانی